السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة معادنا مع فيديو الشرح لكيفية إعطاء ملف قنوات للأجهزة الجديدة كينج ستار برو 9900 برو والبالانس 8800 برو ماكس والفيجن 7700 الترا اتش دي. زي ما وعدتكم قبل كده بفيديو بالطريقة ازاي تدي ملف قنوات او تحفظ ملف قنوات وفلاش كامل للجهاز على فلاشة. النهاردة جيت لكم واشرح مع حضراتكم ازاي طريقة اعطاء الملف وازاي نحفظ ملف قنوات والفلاش معانا على فلاشة. هنبدأ على بركة الله مع بعض. هنمسك الريموت وهندوس منيو، هنجيب المنيو كده، هندخل. طبعا حضرتك الاول هتجيب فلاشة وتحطها على الجهاز. لو الفلاشة عليها حاجات ما انتش عايز تمسحها بتسمي فولدر اي اسم، بحيث انك هتخش الفولدر ده تحفظ عليه الملف والفلاش الخاصين بالجهاز. هنبدأ على بعض مع بعض. بعد ما ركبنا الفلاشة في الجهاز هندخل على الضبط، هندوس اوكي. هننزل على تحديث وهندوس عليه اوكي. بعد كده هننزل على تحديث اليو اس بي اللي هو التحديث عن طريق البطاقة، وهنقف عليه وندوس اوكي. كده دخلنا على الفلاشة اللي حضرتك حاططها في الجهاز. عشان نفتحها ونشوف اللي عليها هندوس اوكي تاني. كده الفلاشة فتحت معانا. حضرتك لو مسمي فولدر وعايز تحفظ عليه الملفات بتقف عليه وتدوس اوكي. مش مسمي والفلاشة فاضية وعايز تحفظه على الفلاشة على طول بدون فولدر بس تكون فاضية عشان ما تتوهش، بتقف على الفولدر اللي سميته مثلا اهو وهدوس اوكي. الفولدر فاضي قدامي. كل اللي عليك هتدوس من الريموت على الزر الازرق اللي في يمين الريموت فوق كده جاري حفظ البيانات. كده اتحفظ معانا الفلاش اول واحد. اخر واحد ده الملف، ده ملف القنوات لوحده. اول واحد فوق فلاش الجهاز اللي عليه بياناتك وتفعيلاتك. يعني لو عملت ضبط مصنع او عايز تعمل ضبط مصنع وترجع تاني باعداداتك ما تقعدش تعمل من اول وجديد، بتبقى حافظ الفلاش ده تعمل ضبط المصنع وتخش تقف عليه وتدي اوكي للجهاز. كده عرفنا طريقة حفظ الملف وطريقة حفظ الفلاش على الفلاشة. الخطوة التانية ازاي هنعطي ملف قنوات للريسيفر. بعد ما عملنا الخطوة الأولى ازاي هنعمل الملف بتاعنا رتبناه زي ما احنا عايزين وعايزين نحفظه عشان مثلا هنعمل ضبط مصنع للجهاز او حاجة، برضو نفس الطريقة. هندخل على المنيو، هننزل على الضبط، هندوس اوكي. هنروح تاني على تحديث وندوس اوكي. هننزل على تحديث البطاقة وهندوس اوكي. طبعا حضرتك حافظ الملف على الفلاشة معاك. مكان ما انت حافظ الملف هتدوس عليه وهتدخل للملف يبقى محفوظ مع حضرتك بالصيغة دي بي بن. ده لو ما نزلتوش او باسم نازل من على النت اللي بنرفعه على النت بتنزله برضو زي ما هو بنفس الاسم، لكن لما بتحفظه من الجهاز بيبقى محفوظ بالصيغة اللي انا واقف عليها اللي هي دي بي بن. بنقف على الملف كده وبندوس اوكي. كده الجهاز بدأ يسحب الملف
وهيخلص ويقفل ويفتح مع نفسه. هيقفل ويفتح مع حضراتكم كده. الجهاز بعد ما اخد ملف القنوات وقفل وفتح، فتح تاني معانا وعلى نفس القناة اللي كنا واقفين فيها. بكده هيبقى مضمون الفيديو بالشرح انتهى. عشان ما نطولش عليكم يبقى المعلومة مختصرة على اعطاء ملف وحفظ ملف وفلاش. وتابعوني في الفيديوهات الجاية ازاي هنربط النت على الجهاز بطريقة الشبكة المخفية والشبكة اللي ظهرت. واي معلومة جديدة ان شاء الله هتلاقيها على القناة. هتتابعني، ولو عجبك الشرح تشترك معايا في القناة وتفعل زر الاشعارات بحيث الفيديو اللي ينزل يجيلك اشعار به حضرتك تستفاد من الشرح. بكده اقول لكم كل سنة وانتم طيبين، ويا رب رمضان سعيد عليكم وعلى الأمة الإسلامية جميعا، وبعود الأيام عليكم جميعا يا رب بالخير واليمن والبركات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.